شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. عاجل. جمال بن العمري دار القلب لناديه السابق شبيبة القبائل كما دارها سابقا مع الوداد البيضاوي. أثار العنصر الرئيسي في التتويج الأفريقي الثاني للمنتخب الجزائري في 2019 مع جمال بالماضي عنصرا أساسي الثعالب جدلا كبيرا بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. وقع بطل إفريقيا مع الخضر في 2019 جمال بن العمري عقدا جديدا اليوم لصالح عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر لمدة موسمين، وبذلك يشير اللاعب إلى عودته إلى البطولة الوطنية بعد أن أمضى 7 مواسم في الخارج. بعد تركه الدوري الجزائري قبل 7 سنوات، أمضى بن العمري 4 سنوات مع نادي الشباب السعودي. في عام 2021 انضم لفترة وجيزة إلى أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي. ومع ذلك اتسمت السنوات الأخيرة ببعض عدم الاستقرار في مسيرة بن العمري، مرورا بقطر ونادي الخليج السعودي. بعد ذلك كان ينوي التوقيع مع الوداد البيضاوي، ولكن في النهاية اتخذ قرار الانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة والتوقيع مع الوصل، حيث لعب 9 مباريات بما في ذلك 7 كبداية. أثار إعلانه عن ارتباطه بمولودية الجزائر جدلا حادا بين المشجعين ومراقبي كرة القدم. في الواقع في البداية كان من المتوقع أن ينضم إلى ناديه السابق شبيبة القبائل، ثم اختار أخيرا مولودية الجزائر. تركت الخطوة غير المتوقعة الكثير من الحيرة والانزعاج للكثير من المشجعين، حيث رأى البعض أنه انكر ناديه السابق. ومع ذلك يأمل آخرون أن هذه الخطوة ستعزز مسيرته وتقوي فريق مولودية الجزائر. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.